عسلامة الناس الكل، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ريسيت متاع كريم وبوغ بلاش عظم وسهلة برشا. واول حاجة نستحقوها بالطبيعة هي الزبدة. ناخذوا 400 جرام زبدة مارغرين والا حيوانية كما تحبوا نتوما. زبدة نخرجوها قبل بوقت من الفريجيدير، لازمها تكون بحرارة المطبخ، تكون طرية كي نزلوا عليها كما تشوفوا، تكون طرية بالقدا. ونركضوها مليح مليح لين يتبدل اللون متاعها يولي ابيض. وساعة ساعة كما تشوفوا لهنا نوقف الماكينة ونهبط ليبوغ هذوك مية، خاطر الزبدة معناها توحل في الليبوغ، دونك نهبطوهم ونعاود نركض مرة أخرى كما تشوفوا لين يتبدل اللون متاع الزبدة يولي أبيض كالبوماضة، معناها كما هكا بالطريقة دي. لهنا كما قلت لكم الكريم وبوغ هذيا بلاش عظم، دونك نسحقوا الزبدة والسكر لهنا محور. بالنسبة للسكر خديت 200 جرام أنا سكر محور غربلته. نتوما بالطبيعة تنجموا تاخدوا من 200 ل 300. ذوقوا وزيدوا كما تحبوا، معناها نتوما الحلاوة تتحكموا فيها. فما شكون يحب الحاجة حلوة برشا، فما اللي ما يحبش. أنا حطيت 200 جرام كاهو، خاطر بعديك باش نزيدها شوكولا، دونك شوكولا حلوة سكري. دونك معناها ما 200 جرام بالنسبة ليا لارجمون سوفيزون. ثم زيدوا كما تحبوا. كان باش تعملوها بليش شوكولا معناها مش باش تزيدوها حاجة حلوة، زيدوا حطوا حتى 300 جرام وتركضوها بالطبيعة مع بعضهم. ولهنا تو كيما قلت لكم باش نزيد شوكولا اتارتيني. حطيت زوز مغارف، وبعد زدت مغرفة حسيتها ناقصة معنا شوية، تزيدوا 3 ولا 4 كما تحبوا نتوما. تحطوا الشوكولا وتذوقوا كما تحبوا. لهنا في المرحلة دي تزيدوا أي أغوم تحبوا عليه. تنجموا تزيدوا بيستاش، تنجموا تزيدوا فروي سيك زاد مهروش وتحطوه في وسط مرحي معناه، وتحطوه في وسط الكريم. تنجموا تزيدوا بات بوفريوا، بات بيستاش، أي أغوم تحبوا عليه. دونك لهنا ركضت الشوكولا متاعي مليح مع الكريم وبوغ، وذي الكريم وبوغ متاعي حضرت كيما تشوفوا التكستور متاعها طيارة على الاخر. بصراحة انا اعز كريم نستعملها الجاتوات. الجاتو تجي واقفة كيما معناها نتاع الباتيسري هكا، ما تذوبش، مش كيما الكريم شانتيي تجي هكا سايحة شوية. دونك الكريم وبوغ كيما تشوفوا فيها التكستور متاعها طيارة على الاخر. ريسيت سهلة في ساعة تحضر ومعناها بمكونات بسيطة، وبصراحة في الخدمة طيارة على الآخر. إن شاء الله تكون عجبتكم الرسائل، وكان عجبتكم ما تنسونيش في الجيم واللايك والبارتاج، وملتقانا في فيديو جديد ورسائل جديدة إن شاء الله، وبسلامة.